أصدقائي أنا اليوم جدا متحمسة. أنا هسه أشهد ملعب بإسبانيا ببرشلونة، ملعب كامب نو. هذا الملعب الشهير اللي يصير به الدوري الإسباني والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا. يعني كل حماس والأجواء تجنن، أعداد كبيرة من الناس الزائرين، وأكيد ما بدي أفوت الفرصة بأن أزوره. أنا همين وياي. ويا أصدقاء الحلوين، هذا هو ملعب كامب نو، وهاي هي بوابة الدخول. طبعا تلقون أكو تماثيل تمثل اللاعبين وكرة القدم وقدسيتها. المكان إلى رهبة، وطبعا تجربة كانت جدا جميلة. أنصحكم تزورون برشلونة وملعب الكامب نو. وهذا المتحف المتميز بالكامب نو تلقون بيه الكؤوس اللي فاز بيها نادي برشلونة، والدراسات والأحذية الرياضية للاعبين. طبعا جدا حلوة، ممكن تاخذولها للذكرى صور أو فيديوهات. الصور التذكارية معلقة على الجدران لنادي برشلونة وإنجازاتهم بالبطولات اللي فازوا بيها. هذا هو ملعب كامب نو، رهيب وضخم ونظيف. الإحساس اللي وصلني جميل جدا، خصوصا هاي المدرجات اللي تكون مليئة بالمشجعين بأوقات المباريات، وخصوصا بالدوري الإسباني. أنا هسه هنا موجودة وجاني إحساس كلش حلو. طبعا الشعور يجنن هنا بملعب كامب نو. أنا من مشجعين الرياضة بس مو كلش، بس يعني الملعب له جمالية خاصة وقدسية خاصة. الأعداد الكبيرة من الناس الوافدين تعطيك شعور حلو بأن أنت موجود بملعب كانوا بيه كل المشاهير يقعدون هنا، والدوريات تكون هنا. في الشعور يخبل، وأنصحكم تجون لا يوصف. جدا استمتعت. وهذا الباص الحلو، الكافيتيريا شكله وألوانه علم نادي برشلونة، متوفر عنده المشروبات والسناكس. طلعت من نادي برشلونة وأني كل حماس، وأكيد لازم أتذوق المطاعم اللبنانية وأكلاتها الطيبة الموجودة ببرشلونة. ورحت المطعم مازة. يا أصدقائي أنصحكم بهذا المطعم، جمال ورقي ونظافة. طبعا صوت نجوى كرم وأغانيها الحلوة، صور وديع الصافي وفيروز وصباح، وطبعا شجرة لبنان والأرزة، وكل الأمور الخاصة بلبنان موجودة بهذا المطعم. كانت التجربة تجنن، أنصحكم بيه، لازم تزوروا وأكيد ما راح تندمون. طبعا المنيو يكون الأوردر ممكن تطلبوه عن طريق التابلت. هذا الشيء حديث ومودرن ومميز. وطلبت يا أصدقائي المشاوي اللبنانية المميزة، كانت مقدمة على منقلة عربية ذهبية. البرزنتيشن كان عندهم واو. طلبنا الخبز اللبناني، الورق العنب، معجنات والعرايس والفلافل أكيد والمتبل. الأسعار شوية مرتفعة، بس الصراحة تسوى ويا الأجواء وأصوات المغنيين اللبنانيين والأجواء والأضوية والواو واو. أنصحكم وبشدة. وأكيد بعد هاي الأجواء الممتعة بمازة أكيد توجهت لساحة كاتالونيا. هاي الساحة معروفة جدا ومشهورة ببرشلونة.
مقتدرة بالسياح وبالناس وبالعوائل. طبعا جدا مميزة. الأماكن اللي قصدناها كانت متوفرة بيها حدائق وبكثرة، أكيد النوافذ والمعالم التاريخية من التماثيل الأثرية. ويا جمال الحمام المتواجد بهذا المكان وبكثرة، لأن الناس ما يأذوهم أبد ويعطوهم حبوب، فعدهم ألفة مع البشر ما يخافون منهم نهائيا. فممكن تاخذون صور ويا الحمام بساحة كتالونيا، هتكون للذكرى وكلش حلوة. أتمنى حبيتوا الجولة يا أصدقاء الحلوين، وأتمنى تزورون هاي المناطق السياحية من تزورون برشلونة. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسون تدعموني باللايك والتعليق الحلو. باي باي.